السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل محشي ورق العنب بطريقة حلوة جدا، سهلة سريعة، ينجح معاكي من أول مرة، وطعمه كمان حكاية. هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بس المحشي معايا بسم الله ما شاء الله، مفيش رزاية بره. عايزة أقولك والله الكاميرا ظلماه، شكله أفتح من كده بكتير وطعمه كمان حلو جدا. الرز من جوه مفلفل مش معجن ومستوي حلو جدا. بصي كده هو بس سخن معايا فمش قادره ان انا اقسمهولك من كتر السخونيه، لسه طالع من على النار. اول حاجه عندي بجيب حله وابتدي ان انا احط فيها ميه بالشكل ده كده اهو، واحطها معايا كده. بعد كده بنزل عندي عليها بالملح، معلقه صغيره من الملح ورشه بسيطه من الكمون، وابتدي ان انا ارفعها معايا على النار. بجيب ورق العنب بتاعي بقطفه واغسله كويس جدا، بعد كده بحطه في الميه على النار، بحطه كده واقلبه لحد عندي ما يغير لونه. بفضل كده اقلب فيه لحد ما يغير اللون بتاعه. اول ما بيغير اللون بتاعه ببتدي ان انا اشيله. هو اللي كان انا مستخدمه عنب بناتي، ورق العنب بناتي، فما بيستحملش على النار. جبت الرز بتاعي وغسلته، وانا هنا مستخدمه كوبايتين ونص من الرز، حطيت عليهم الملح والكمون، الملح والفلفل الاسود وكمان الكمون. وبحط طبعا اول حاجه خالص بتحطي الزيت عشان الرز يبقى متغلف بالزيت فما يطلعش معاكي معجن. ونزلت عندي ربطه من الكزبره، ربطه من البقدونس، ربطه من الشبت، ونزلت كمان عليهم بالصلصه. طبعا الصلصه بتاعتي انا بعملها ازاي؟ بتبقى عباره عن بصل وثوم يصفروا على النار، انزل عندي عليهم بعصير الطماطم. تمام كده. بعد كده ابتدي اقلب كله مع بعضه بالشكل ده، وابتدي بقى احشي ورق العنب. الحشوه اللفه اللي تريحك لفيها، انا بلفه بالطريقه دي ما بيطلعش معايا ولا رزايه بره زي ما انت شفتي اهو. بلفه من الجناب وابتدي ان انا اقفله معايا كده. ولما باجي ارصه انا بحطه مثلا في حله او في صينيه، بحط معاه شرايح من البصل. ما بيتحرقش ولا حاجه البصل، بس احنا بنحب ناكلوه، وكمان عشان لو جه يتحرق منك ما يتحرقش. بعد كده بحط الملح وبنزل عندي عليه بالزيت، وبنزل عندي بالميه وبحط عليها معلقه كده من الصلصه، وبقلبها معايا بالشكل ده. الميه لازم تغطي ورق العنب عشان يطلع معاكي مستوي حلو جدا. بحطه على النار، على نار عاليه لحد ما يتشرب خالص، وبعد كده هدي النار لحد ما يستوي. بيطلع معايا بألف هنا وشفا، حلو جدا. بس هو كان لسه طالع من على النار فانا مش قادره امسكه اوريهولك كويس، بس والله طعمه بجد روعه. لما تجيبي اتي عنب بناتي عشان الورقه بتاعته تبقى طريه وناعمه، وتلاقيه بيدوب معاكي في البق. طريقه سهله جدا وسريعه، ولما بتغطي الفلفل ما بيطلعش ولا رزايه بره، بيطلع معاكي جميل جدا. بألف هنا. بتمنى يا رب ان الوصفه تعجبك، واتمنى انك تعتمديها، لان بجد هي تستاهل انك تجربيها. والسلام عليكم